حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إنجازاً كبيراً بعد فوزه المستحق على منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المدارس الكروية في العالم. هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز رياضي، بل كان رسالة قوية تؤكد أن الكرة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، وأن الأجيال الصاعدة تحمل في طياتها روح الإصرار والعزيمة التي تميز أبناء المغرب. فقد أظهر أشبال الأطلس أداءً راقياً اتسم بالانضباط التكتيكي والروح القتالية، مما مكنهم من التفوق على خصم قوي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم. وقد تفاعل الإعلام العربي بشكل واسع مع هذا الإنجاز، حيث أشادت القنوات والصحف من مختلف الدول العربية بالأداء البطولي للمنتخب المغربي الشاب، معتبرة أن ما تحقق هو فخر لكل العرب وليس للمغاربة فقط. واعتبر العديد من المعلقين الرياضيين أن المغرب أصبح نموذجاً في تطوير الكرة القاعدية، وأن هذا الفوز يبرهن على أن الاستثمار في الشباب يثمر إنجازات مشرفة على المستوى الدولي. أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد غمرت التهاني والفخر الصفحات والمنصات من الخليج إلى المحيط، حيث عبر الجمهور العربي عن اعتزازه بهذا الانتصار الذي وحد المشاعر ورفع راية العروبة عالياً. فالمغاربة كما قال كثيرون لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون كل العرب في الميادين الدولية، ويؤكدون دائماً أنهم خير سفراء للعروبة في عالم الرياضة. اللاعبون الشباب بدورهم أظهروا وعياً كبيراً بالمسؤولية الوطنية والعربية، إذ أكدوا في تصريحاتهم عقب المباراة أنهم فخورون بإسعاد الشعب المغربي وكل الجماهير العربية، وأنهم سيواصلون القتال من أجل رفع علم المغرب والعرب في كل المنافسات المقبلة. وبذلك يستمر المنتخب الوطني المغربي في ترسيخ صورته كرمز للفخر العربي، حاملاً معه شعار الوحدة والعزة لكل العرب، ومثبتاً أن المغرب لا يلعب فقط من أجل النصر، بل من أجل كرامة الأمة العربية بأكملها.